أذكر أن الشيخ ياسر الدوسري بداية تلاوته قلد أحد الأئمة في حفل، فجوه قالوا له نبغاك تقرأ لنا في الصلاة بهذه التلاوة، قال ما عندي صوتي كذا، قال لا في القراية الفلانية، قال ما أذكرها. صار واحد مسجله بمسجل صغير فسمعه، وسبحان الله هذه التلاوة الآن تسمعون لياسر الدوسري نشأت بهذه الطريقة. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا